مؤخرا خرجوها الإمارات العربية. عندنا طلب كبير بس الحياة ثقيلة. الإرادة السياسية متوفرة والكلام عن هذا الأمر هو واضح. Ce sont des mots, c'est des expressions à aller exporter, mais on n'exporte pas comme ça. مشكلة على مستوى السلطات المحلية. احنا ما طلبنا، ما قلنا دعم الدولة، ما قلنا اعطينا هذه كريدي بونكير، ما قلنا لهم كذا. كاين امكانيات عندنا كلش هنا، راه عندنا السمش، عندنا الهواء، عندنا الارض، عندنا بنادم يخدم، عندنا كلش راه. بوسونا راه فتحوا لنا الطريق. وراح تعوض ان شاء الله يا ربي انحدار تاع البترول ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله راح تعوضها ولايه واتسوف. واتسوف 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 ان شاء الله ان شاء الله خير. Car alors que l'hiver sévit encore sous le ciel européen, l'Algérie récolte à profusion pommes de terre, carottes, artichauts, pois, haricots verts, tomates. Lorsqu'en France, les vergers fleurissent à peine, les courriers d'Algérie transportent des cerises et des abricots que le soleil a fait mûrir en avance et qui sont en Europe les annonciateurs du printemps. Et quand la neige et le verglas recouvrent les campagnes européennes, les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons, les figues sèches et les dattes au goût de miel mettent sur les tables par leurs brillantes couleurs un rayon de soleil. Citons quelques chiffres. Au cours de l'automne et de l'hiver 47-48, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dattes, 370 000 quintaux de figues sèches. Au cours de l'année tout entière, plus de 2 millions de quintaux de fruits et de légumes frais. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre nouvelles apportées d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français et britanniques. هي صور من الجزائر سنوات الأربعينيات من القرن الماضي. كانت حينها قطباً هاماً في ميدان الفلاحة إلى درجة اعتبرها المختصون من بين أهم المصدرين للدول الأوروبية. منتوجات زراعية من مختلف الأنواع، مؤسسات مختصة في الصناعة التحويلية، وموانئ مجهزة بكل الوسائل الضرورية للتصدير. مرت السنوات ليتحول أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة إلى أحد أهم المستوردين، مستغلاً ثروة طبيعية زائلة كانت أسعارها إلى ماضٍ قريب تغنيها عن البحث على موارد أخرى قبل أن تتغير كل المعطيات. حان الوقت الآن يعني بعد الضربة التي ضربت رؤوس الجزائريين بتدهور أسعار البترول خاصة إلى هذا الحد وإلى هذا السعر، الآن وجب التفكير في آليات وقواعد جدد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني. الآن هنالك التفاتة إلى بعض القطاعات من بينها مثلا الالتفاتة إلى الاستثمار في المجال الزراعي الفلاحي وتربية المواشي. الأرض الجزائرية واسعة الحمد لله، ما لاحظناه أنه أراضي وادي سوف يعني تعطي من البطاطا وتعطي من الطماطم ما هي كميات رائعة وما هي من جودة هائلة نستطيع الذهاب بها حتى إلى التصدير. وصلت نظن التصدير تاعها إلى أكثر من 2000 طن، ولكن نظن يلزم نروحوا الآن إلى أهداف أكبر في السنوات الجاية، خاصة نروحوا إلى حنا قيمنا نقدر نروحوا حتى ل 70,000 طن، وهذا يتطلب أن في الأشهر الجاية سنواصل كل هذه الجهود اللي بدأت في هذا المجال. حقيقة ولاية واتسوف في مجال الفلاحي أحدثت المفاجأة الكبرى للجزائر. هذه الصور في مواقع التواصل الاجتماعي صنعت الحدث في الآونة الأخيرة، حيث وصلت المنتوجات الجزائرية إلى عديد الدول كروسيا، الإمارات وإسبانيا، ومصدرها ولاية وادي سوف. من هنا من مدينة واتسوف، أو كما يسميها البعض مدينة الألف قبة وقبة، أردنا أن ننزل للميدان ونتحقق من واقع التصدير في هذه الولاية، خاصة بعد الطفرة التي أحدثها الفلاحون هنا في المنطقة، والتي وصل صداها إلى غاية وسائل التواصل الاجتماعي. أمور كثيرة ستكتشفونها معنا، تابعونا. نحن اليوم في 9 من شهر أفريل، الساعة تشير إلى 7 صباحاً.
موعد يلتقي فيه يوميا كل من عبد الله، أحمد، عيسى وفلاحو بلدية يرقيبة يتوجه بعدها إلى مساحاتهم الفلاحية. مدة السير 20 دقيقة عبر هذه المسالك الوعرة. للوصول إلى مزرعة عبد الله، حيث وجدنا شبابا من مختلف الأعمار يجنون محصول البطاطا ونحن في نهاية الموسم الفلاحي. الانتاج كان ربي في 36 ولايه راهي الشام تفلح البطاطا الكل. فضت بالعاميه نتاعنا، فضت الكراجات عندنا لهيه في مصغان وفي معسكر وفي داين الدفله خمجت، حتى هم راهم يعانوا ما عرفوش وين يديروها. كان بعض من الشركات اللي جات تطلب عليهم باش يصدروها للخارج عندهم شروط ما تفهموش فيها، الفلاحين قال لك ما نبيعوهاش ما تساعدناش. فهمش احنا ناس غير سمع يقولوا راهم جو وخلاص، قلت لي ما شفناهمش، يقولوا جو شي يصدروا البطاطا وكذا وكذا وما كان حتى ما شفنا حتى ناس غير سمعان يقولوا هزوا جو في الاخر يقولوا هزوا ما انا خرجوا، لكن ما شفنا حتى تقرير، لا شفنا تقرير لا غير الناس مو سمعان. وش تفهم انت في امر كما هذا؟ ربما فيه تضخيم للامر، كاين ربما اطراف حبت تضخم باش ننساو البترول هبط، رانا نقولوا بلي كاين تضرر، لكن في الميدان عكس تماما يعني. ما كانش ما قدوش يخرجوا، مهما البطاطا تطلع هنا معناها ما يقدرش تخرجها حتى البطاطا. انت تمشي يخرجها البطاطا قبل شحال يخرجها؟ يشريها ب 5000 ويخرجها ما كاش منه. صافي ما تخلصهاش يخرجها. والفلاح المواطن بالنسبه للمواطن ما عادش يقدر يشريها هنا. صافي ما كاش تخريج. عكس السنوات الفارطة كان المحصول معتبرا، ورغم هذا إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا للتوجه نحو التفكير في التصدير. الكميه اللي تاع الموسم هذا حوالي 13 مليون طن فما فوقه في واتسوف 13 مليون طن، وكميه التصدير ما نقدرش نقول لك عليها. يعني نعطيك كمثال، فلاح عندنا احنا يقولوا عنده 20 هكتار ولا 30 هكتار، يعني يجي يعني المصدر يقول له اعطيني مثال كونتينيرا فيها 200 مطار والله مش نعرف قداش فيها والله ماني عارف، يضرب الشهر مش يروح والشهر مش يجي، كيفاه مش يخدم معاه هذا؟ وهو عنده يقول احنا 20 هكتار ما ينجمش يخدم معاه. السيمي يقول احنا في 200 مطار يروح من هنا للمطار ومن المطار مش يعرف وين يسموه لي ويخدموه وكذا ومش يروح احنا مؤخرا خرجوها الامارات العربيه، عندنا طلب كبير بصح الحياه ثقيله. شيء غريب في واتسوف، راكم سمعتوا كل الناشطين في ميدان الفلاحي من الزرع الى التصدير يقولوا هذه المقوله راهي شاعت على مستوى الجزائر، ان ولايه واتسوف وبالتحديد في القطاع الفلاحي ستغزو العالم بالبطاطا. والله لا هذا يشرف، ولاحظناه في الميدان، اللي عنده كتار داروا بطاطا، واللي عنده متر على متر دارها بطاطا، واللي عنده المئات الهكتارات دار البطاطا. خلاص ولات عندهم ثقافه البطاطا، من الكبير للصغير يزرع البطاطا وينتج البطاطا، والدليل وثبتوا هذه باللي قادرين في الميدان، لان بطاطا نتاع واتسوف راهي وصلت ل 48 ولايه. وفرة في الإنتاج هذه السنة لم تسمح لأغلب الفلاحين التوجه نحو التصدير، فترى ما هي الأسباب التي تقف عائقا أمامهم؟ الأمور خلينا ما نجموش نصدروا الأسعار كي أنا فلاح، الأسعار كما نقولوا احنا كانت يعني ب 2000 دينار والله كنت نخمم باش نصدر، ما خلاص ما لقيتش ونديرها، لازم نخمم أمورها. اليوم البطاطا 5000 6000 ما عادش نخمم على التصدير. الامكانيات ما كانش، حتى شي دس مثل البطاطا يخزنها وكذا يبيعها بغرضها مثلا، ما كان حتى شيء، الحوايج كلها ما كانش، خاصه فلاحه الواد هنا. معنا فلاحه الواد لازمها اما تبيعك ولا تبيعها واحده من الزوج، لازمها البيع. بطاطا ما تقعدش في القاع، الجو مش مريقل هنا، الجو حامي ديما، الجو ثم حامي الجو، صافي لازمها تتباع ما فيها حتى شيء، ما تقدرش تخزنها. عيسى من الفلاحين المعروفين في بلدية يرقيبة، يهتم منذ سنوات بزرع مختلف أنواع المحاصيل الزراعية. نسأله عن دور السلطات في تهيئة المناخ بغية دخول فلاحي المنطقة سوق التصدير من أوسع الأبواب. هكذا كانت إجابته.
والله ماني عارف عاد كيفاش يديروا الاجراءات، وكما قلنا حتى فلاحه مع ذلك واغط لا حد شيء فلاحه، حتى فلاحه ما عاد شيء راهي يسمى يرانب الفلاح، ما كاش كاغط. تو الفلاحه يسمى راهي تمشي هكاك جهنم. ما كان حتى واحد عنده هرز مثال مديمنه مريقله يخدم يقدي طاكي، تو ما عندهاش باش يطاكي، حتى يروح للدوله ما تستعرفش بيه الدوله. تو احنا نروح للدوله ما تستعرفش بينا، ما عندنا حتى كاغط. اللي راضي هذه كل ما عندها حتى كاغط. قاعد الاراضي اللي راضي هذه كل ما عندها حتى كاغط، جماعه راه غير تفلح وخلاص. يجي البلاصه يفلح فيها وخلاص، صافي ما عندكش ارض انت. صافي حتى الطاكي ولا الثور تجري مثال تعيط مثال على البطاطا وكذا، تقول ما احنا كيفاش ما صدرناهاش ولا دروا لنا حل، ما عندكش حل انت. ما عندكش كاغط تقابل به. صافي ما كان حتى شيء من البلاصه ما كان والو. سياسه الدوله راهي تقول تقريب الاداره من المواطن. احنا نشوفوا في الميدان باللي لازم تكون تقريب الاداره من الفلاح. تقريب الاداره من الفلاح، انا هذه نركز عليها ونطلب من السلطات العليا للبلاد تتخذ قرارات في هذا الشان، تقريب الاداره من الفلاح. احنا مثلا اللي نركز عليها ليس على مستوى وزاره الفلاحه او على مستوى الوزاره الاولى عند السيد سلال او على مستوى رئاسه. المشكل مجتمع، المشكل على مستوى السلطات المحليه. لازم الفلاح كي يروح لولايه واتسوف يلقى مكتب خاص به على مستوى الديوان الوالي، لان نعرفوا باللي كل القرارات التي تتخذ على مستوى الوالي، لانه هو اللي عنده الصلاحيات. ماهيش غرفة الفلاحة اللي عندها الصلاحيات الواسعة، وماهيش غرفة الصناعة اللي عندها الصلاحيات الكافية والوافية، وما هوش مدير المصالح الفلاحية اللي هو مدير تنفيذي أو ينتمي للمجلس التنفيذي. وحنا نعرفوا بلي رئيس المجلس التنفيذي هو السيد والي ولاية الأغواط. إذا المطالب تاع الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المتكفلين اللي راهم يمارسوا النشاط تاعهم على مستوى الصناعه التحويليه او على مستوى التصدير، احنا تكلمنا معهم، راهم يطالبوا من سياده والي ولايه واتسوف يدير مكتب خاص على مستوى الديوان. علاش؟ باش السيد الوالي يكون يساير ويواكب وعنده المعلومات الكافيه والوافيه في اللحظه نتاعها حينها. اذا كانت عندهم نيه خالصه وصادقه لدفع عجله التنميه الاقتصاديه الفلاحيه على ولايه واتسوف، وخاصه على الاقل كما داروا خط 11 لتقريب الاداره من المواطن، يزيدوا خط واحد اخر، خط اخضر خاص بالقطاع الفلاحي يوصل المعلومه في حينها وانشغالات واهتمامات الفلاحين في حينها. انا نركز على هذه النقطه. احنا علاش نديروا هالصور هذا؟ على العوامل الطبيعيه اللي فنتصاب الريح الامور هذه نزربونا باش نتقوا على الدلاع. باش قبل كنا واش نديروا بالزرب، الزرب تاع النخل، الجريد تاع النخل هذاك الطريقه. هذا درك زرع نزرعوه ينوض يزرب. ومن حيث انتاج الدلاع هذه السنه نتكلموا على تصدير نحو دول اجنبيه، هل ممكن نلحقوا لهذا الامر؟ ممكن جدا، وعندي اتصالات مع شركه قالوا لي نصدروا لك الدلاع ما كاش مشكل. وتقريبا يعني هذه السنه برك اللي بديتوا في التصدير ولا مازال ما بديناش؟ لا يعني الفكره جاتكم الفكره هذه السنه هذه راح ان شاء الله نوصلوها ان شاء الله باذن الله. في اليوم الثاني نقترب من أحد المصدرين الشباب الراغب في القيام بعملية التصدير، عملية تجارية تستدعي المرور بعديد المراحل. نتتبع كل خطواته، والبداية بجولة ميدانية إلى أهم المناطق الفلاحية بالولاية حتى يقف بنفسه على نوعية وكمية المحاصيل المتوفرة. هنا شوف المنتوجات الفلاحية على أرض الواقع كما يقولوا. هنا نشوف تحدي الفلاح الجزائري، ما نقولوش الفلاح السوفي. شوف خيرات ربي ممكن تشوفها هذه تقول راني في كاش دولة متقدمة، هذه راهي في واتسوف. احنا رانا نشوفوا كل المنتوجات 4 منتوجات في بلاصة واحدة، معناها كاينة فرق تاع اختلاف حتى في طبيعة المنتوج. كي نشوفوا الفريزة، الفراز في واتسوف مع الدلاع، ونشوفوا معها البطيخ الاصفر والبطيخ الاخضر.
معناها راهي ومساحه اللي راهي مزروعه، معناها امكانيات كبيره راهي هنا في واد سوف. هذه الامكانيات لازمها تكون كاين امكانيات تاع تصدير وامكانيات، لانه اليوم الفلاح هذا اذا كان شاف باللي ما كانش اراده تاع الدوله واراده تاع التصدير ما عادش يدير انفستيسمون، لانه اليوم رانا في انفستيسمون هذا غدوه راح يتطور مام الفلاح هذا ولا غيره. لازم تكون كاينه اراده حقيقيه باش نمشوا لبعيد بالمنتوجات هذه. ماهيش درك شفنا البطاطا، شفنا الطوماطيش كيفاه مرميه في الارض، ودرك هذه منتوجات اخرى. اذا كان كل مره الفلاح يلقى روحه وحده ويخسر ويدي مردي ويبعد، معناها درك نرجعوا للسيستم القديم تاع لومبورطاسيون وكذا ونقعدوا في نفس المشاكل. احنا هذه اراده حقيقيه، ماذا بينا الدوله تدعمنا، احنا بدينا ودركا الدوله تعطينا الامان باش نمشوا لبعيد. هذا منتوج تاع واد سوف، هذا هاك كيما راك تشوف فلفل الحلو، هنا راك تشوف كيف راهي الخير راهو كبير. احنا ما طلبنا، ما قلنا دعم الدوله، ما قلنا عطينا دي كريدي بونكير، ما قلنا لهم كذا، بوسونا برك فتحوا لنا الطريق، خلي المنتوج الجزائري يخرج. وعلى بالك كي يخرج كاينه عجله دور واحده اخرى. درك انت فلاح كي يسمع باللي المنتوج تاع فلاح صاحبه خرج والمنتوج تاع فلان خرج، درك هذاك يشجع وهذا يشجع وهذا كذا، تكبر المساحات. شوف كاينه عجله راح تكون عجله جديده، يكثر تكبر المساحات الفلاحيه المزروعه، يكثر المنتوج، يكثر اذا كان توسعت الاراضي الفلاحيه راح تكثر الخدامه، لانه كل فلاح لازم خدام، تنقص نسبه البطاله، تكثر السيوله، لانه درك كاينه مارشي، كاينه رولمون في السلعه يكون كاينه مارشي، كاينه سيوله في السوق تمشي. هذا فلاح لازمو بوردوي، لازمو ماتيير بريمير، لازمو قال كذا، لازمو ماء، لازمو خدامه، لازم كاينه عجله اقتصاديه تمشي. احنا رانا نحوسوا معناها الناس تمشي بالعجله هذه جديده اللي كاينه في المنتوجات الفلاحيه والله المنتوجات اللي غير الفلاحيه، معناها كاينه موفمون جديده. هذه الموفمون احنا نحوسوا نبوسوها تمشي لاكثر من البلاصه هذه. كل الفلاحين الصغير المتوسط الكبير المطلب نتاعو واحد، انه يكون عنده مكتب وين يستقبلوه، وين يسمعوه، يسمعوا اقتراحاته، يسمعوا افكاره، يسمعوا مبادراته، يسمعوا تطلعاته، يسمعوا افاقه للمستقبل. نغادر منطقة المقرن لنتجه مساء مع جمال إلى أحد البنوك في عاصمة الولاية لفتح حساب بنكي والتعرف عن قرب على مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الخصوص. عندك حساب هنا، فتحنا لك حساب وجبت الوثائق المطلوبة. الآن تبقى دير عملية التصدير، وحنا نشجعوا حوايج التصدير هذا ماذا به، نظرا للتعليمات تاع المديرية العامة ونظرا لتعليمات والتشريعات تاع الوطن، لازم نقوموا نشجعوا بعملية تصدير. يزينا من هذا الاستيراد لازم شوية تصدير. لكن هناك لازم نفهمك في الطرق تاع التصدير. كاين طرق تصدر عن طريق اعتماد مستندي، لاتر دو كريدي، او تصدر عن طريق تحصيل مصادر ريميز دو كومونتير، ولا ترانسفير ليبر اللي هو الترانسفير ليبر اللي هو مش. لكن اذا كان المستورد نتاعك في الخارج ما عندكش علاقه مليحه بما تعرفوا، لازم دير اعتماد مستندي لكي تضمن استرجاع الاموال تاعك، دخول الاموال، لانه كاين هناك سلع رايحه تخرج من الجزائر لازمها مقابل، لازم اموال تدخل، والاموال هذه التشريعات تاع البنك الجزائري والتشريعات المعمول بها انها عندها مده معينه اللي هي 120 يوم. فات 120 يوم انك تطالب، وممكن تعود حتى في قضيه من ناحيه عدم دخول الاموال، لازم تكون متاكد. لكن في حاله ما اذا تستعمل اعتماد مستندي لا دو كريدي تكون الامور مضمونه. عندما تقدم الملف وتقوم بعمليه التصدير، فان عمليه دخول الاموال تكون بصفه آلية، تكون بصفه مباشره، وهذه الطريقه اللي ننصحك والانجع. اذا واش لازمك دير؟ لازم تعطي فاتوره شكليه، فاكتور بروفورما، للمستورد في الخارج. من النقاط التي تعرقل عادة المصدرين الجزائريين وتقف حاجزا أمامهم لتنويع مجالات التصدير، هناك طريقة تحصيل الأموال الناجمة عن مختلف الصفقات المبرمة. هناك تشريعات، البنك ما يقدرش يبدل التشريعات، لأن التشريعات كعرف كيف تشرع، هناك مختصين للتشريعات. بالنسبة ل 50 30 20% هي هذا 50% تدخل بالكون دينار تاعو. كاين هناك تشريعات نطبقها،
لانه احنا البنك ما نقدرش نديروا تشريعات واحده اخرى، كاين تشريعات نقوم بتطبيقها. 50% تم مباشره عن طريق تم بالكور اكشوال الى الحساب بالدينار الجزائري، وعنده ال 20% لديها الحساب تاعو يقدر يستعملها، و30% يستورد بها ولا. اذا الامور مضبوطه. المشكل اللي كاين في التصدير مش مشكل في هذا المثلث تاع 20 30 50، لا، المشكل ما كان حتى واحد طرح المشكل الان مش مطروح. المشكل المطروح هو التسهيلات اللي يجب ان يتحصل عليها المصدر اللي يقوم بعمليه التصدير، والتسهيلات خاصه تسهيلات النقل، تسهيلات الاداريه الاخرى. اما من ناحيه البنك كان حتى مشكل. انا لما جا الزبون فهمناه يجيب الفاتوره يقوم بفتح الاعتماد المستندي، كان حتى مشكل في الدوميسيلياسيون في التوطين البنكي، امور عاديه. الاراده السياسيه متوفره والكلام عن هذا الامر هو واضح، لكن يبقى دائما التخوف، يعني تخوف البنك من الزبون يجعله يعني يعطل له نوعا ما. لكن إن شاء الله تكون فيه مبادرات، وإن شاء الله تكون فيه تحسينات من أجل التسهيل في هذه الأمور. والجزائر الآن وجب عليها التسهيل للمصدرين، لأن التصدير هو نستطيع أن نقول أنه قطاع جديد بالنسبة للجزائريين. ما زلنا يعني جدد في التصدير، لأن كان جل تعاملاتنا هي استيراد. يعني كنا نبعث البترول ونأتي مثله باستيراد بكل يعني المحتويات، كل المنتوجات، كل المصنوعات كنا نستوردها. الآن التجربة جديدة، وإن شاء الله تكون تجربة صلبة قوية، وإن شاء الله تكون متابعة، يعني يرى إن شاء الله كونتينيوتي. سليم عثماني من أبرز رجال الأعمال في الجزائر المهتمين بالتصدير، خاصة وأنه يصدر منذ سنوات منتجاته في الصناعة الغذائية. Il n'y a pas uniquement les moyens logistiques. Quand on parle de volonté politique, une politique export, ça se dessine et ça se met en œuvre. Les voisins, on le voit très bien, pour ne citer que des pays proches et similaires aux nôtres, les voisins ont des politiques export bien tracées, bien affirmées. Donc, nous n'avons pas une politique export bien tracée, bien affirmée. Aujourd'hui, ce sont des mots, c'est des expressions, aller exporter, mais on n'exporte pas comme ça. Il faut des accompagnements, très souvent il faut des accompagnements financiers, des soutiens. Je dis pas que je réclame de l'argent, mais ça se fait partout dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu'on déroge à la règle. Il faut que dès que les chefs d'entreprise se mettent à parler de soutien à l'exportation, on les désigne comme étant des suceurs de sang de la nation. Non, c'est pas du tout l'objectif. Exporter, c'est aller se battre dans l'arène internationale. Se battre dans l'arène internationale, les règles de jeu sont plus ou moins floues. D'accord ? Donc l'État doit venir accompagner ces guerriers de l'export. On a besoin d'un environnement extrêmement souple et flexible, un environnement bureaucratique très souple et très flexible. On ne l'a pas encore et je ne pense pas qu'on l'aura dans un horizon de 2-3 ans. اليوم الثالث وصل فيه المصدر جمال السيد زيارة المناطق الفلاحية، والوجهة هذه المرة التعاونية الفلاحية لعائلة مكاوي. بلاد آمنة يا أخي، بات البرة هنا لما نهضر معاك، هاهم كوامل هنا يجوا والله غريباتو ثانا معزين مكرمين، والله ما خاصهم حية. يباتوا هنا ما الأمان دراهم في جيوبهم والله شيء ما فهمت. الدولة مش حاسة بالمشاكل اللي رانا احنا كأولاد الواد. صح. مش عارف على بالها احنا كي نوفروا البطاطا، راهي البطاطا حطيناها في الارض ناض. صاي ناط وحدها. لا احنا راهي عندنا مصاريف، عندنا مشاكل. صح. لازم المشاكل تلحق المسؤولين. نعم. تلحق بمعطيات واش كاين بواقع، ماهيش لغة الخشب. واقع. ورقة مع المسؤول. ما جيني في الغبار السماد اللي راني نجيبو فيه تاع الدجاج هذا، نجيو وين راح نستوكوه؟ بلادنا كامل رمله يا اخي، وراح تستوكي مسامي الطريق يا اخي. تجيك جدرميه تقول لك ممنوع، فات الوالي منا يقول لك نحي. والله ما على بالها بيك واش راح تخسر عنها كل عرمه تاع الغبار اللي راح تحولها. والله ما على بالها بيك ما على بالاش اصلا بقدارهم يدخلوا فيها كامل فايش الغبار. صدقني اخ جمال راهو درنا شفت الباستي تاع الموتور، نعاود الهضره باستي تاع الموتور كي لا سخن الموتور ما لقاش راح يتنفس، ما نكذبش عليك راهو درنا بتيت باستي وحده ما يدير والو. ما نقفوش احنا معاه كفلاحه وما توقفش معاه الدوله كدوله، وما وحده ما يدير والو. وحده بلاصتو حابسه، سواء من ترونسبور، سواء من اي حاجه، سواء من الكاليتي تاع السلعه اللي راح تقابل بيه وجه السوق.
ملي راح تقابل به السنه يلقى عندي بطاطا نظيفه بصح من الجاي ما يلقاش عندي بطاطا نظيفه. عارف علاه؟ ديروا لنا خط اخضر اخويا للسيد الوزير، سيدي نهضروا معاه. ملينا من الوساطه، الوساطه ماهيش توصل في الميساج. والله راهو الميساج يلحق ماناش نخدموا. رانا كرهنا من قلة الخدمه كرهنا، ما نخدموش ما ناكلوش. مادام عندنا الكاليتي تاعنا مقبول، عندهم الهيف من وراء البحر كيما راهم يفرضوا في وجودهم، نفرضوا وجودنا حتى احنا نخدموا. علاه ما نخدموش؟ علاه واعطيني وشي المانع ما نخدمش؟ والله وشي المانع الوزير اللي يخليه ما يهبطش عندي هنا ما يجينيش؟ علاه؟ بنظرة ملؤها التفاؤل لمستقبل أفضل، تركنا أصغر فرد في عائلة مكاوي لنتجه إلى غرفة التجارة، والتي تعتبر إحدى المحطات التي يمر بها المصدر للحصول على شهادة المنشأ. السلام عليكم. لاباس؟ خير لاباس؟ بارك فيك إن شاء الله. الحمد لله. تفضل. واش أموركم؟ بخير؟ لاباس؟ عندنا عملية اكسبورتاسيون. جينا باش نديرو شهادة المنشأ. لا كونفيرميتي. شوف واش لازم ولا واش المنتوج وشو الساعة باش الله يبارك. انت راك معناها تجيب لنا نسخة من السجل التجاري، نسخة من الرقم الجبائي، تجيب لنا فاتورة مؤشر عليها من طرف البنك، معناها السلعة هذه راح تخرج. زيد ثاني نعطوك حنايا 3 نسخ من شهادة المنشأ وحقوق التأشيرة معناها معروفة، وعادي نخدموها لك سي فاسيل. امور سهله، امور سهله عادي. في النهار تزهق، في النهار ما كانش معناها حتى ربع ساعه وقيله تاع فيرافاج وتكل على الله. المصدرين في ولايه الواد لاقين كل التسهيلات، كل الامور التسهيلات معناها في الجانب الاداريه، في جانب شهاده المنشأ بالاختصاص، تسهيلات كبيرة. حتى زملائنا في الفلاحة في الجمارك ثاني نفس الأشياء، قادرين يمدوا تسهيلات كبيرة للمصدرين باش يوصل المنتوج تاعنا للدول الأوروبية. نعطيك مثلا أمثلة في 2016 معناها حتى يكون الرقم معناها صحيح. عندنا 15 شهادة منشأ لحد 19 اليوم، هي 3 شهادات منشأ معناها كاش دقيقتين، 19 شهادة منشأ. تنوعت شهادة منشأ معناها المحاصيل بين التمور، بين الزيوت والعطارة والروائح، بينها البطاطا الشهيرة في ولاية الواد. راح نعطيك معناها تدقيق ثاني أكثر الدول التي وصلت منتوجاتنا، هي لبنان، كوت ديفوار، الولايات المتحدة الأمريكية، سوريا، دبي، إسبانيا، روسيا. هذه أغلب منتوجاتنا راهي واصلة الدول هذه. معناها بصفة عامة أن المصدر لاقي كل التسهيلات، كل الظروف التسهيلات في المنتوجات رانا واقفين معاهم، وراهي أبوابنا مفتوحة لهم كل. خلال السدس الأول لسنة 2016 أحصت ولاية وادي سوف 18 مصدراً قاموا بتصدير منتوجاتهم الفلاحية إلى أزيد من 10 دول، وتصدر محصول البطاطا سلم الأولويات، حيث كانت الأرقام على النحو التالي: الكمية المبرمجة للسنوات الثلاث المقبلة 19315 طن، فيما كانت الكمية المصدرة إلى غاية شهر ماي أزيد من 2000 طن. راح نقولها معناها الأول مرة أن ولاية وادي سوف راهي قطب فلاحي، وراح إن شاء الله تكون يا ربي قطب صناعي، لأنها شيئين متكاملين متوازيين متساويين. معناها راح تكون ولاية الواد راح تفاجئ الولايات الوطن بإنتاجها الوفير إن شاء الله يا ربي في المنتوجات الفلاحية، وراح نقول ثاني حتى بإنتاجها الوفير في المواد الصناعية، وراح تعوض إن شاء الله يا ربي انحدار تاع البترول إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله راح تعوضها ولاية واد سوف. وإحنا رانا مرافقين المتعاملين الاقتصاديين ونرافقوهم في كل الأشياء، والتسهيل من أعلى مسؤول لأبسط عامل فينا. والله أنا نشوف فيها راي فرصة بالنسبة لكل شيء، بالنسبة للحكومة، بالنسبة للمواطن، بالنسبة للفلاح. هذه فرصة نهضة، ما دام راهو الفلاح في الوقت هذا راهو في أعز قوة في العطاء، قادر ينتج، قادر يخدم، قادر على كل شيء.
تكون تسهيلات وتكون تنسيق باش يكونوا لازم تكون فلاحة بطريقة علمية، يكون منسقة، يكون برنامج مسطر. أنا عندي رايح تروح بعيد الفلاح، لأن تفلح أنا نشوفه راهي كاين بلدان راهي عايشة من الفلاح، راهي تصدر وراهي كذا عايشة من الفلاح. وعلاه احنا ولو البترول كاين علاه ما نزيدوش، ما نروحوش للزيادة، احنا نخموا غير في البديل، علاه ما نزيدوش؟ مادام عندنا فرصة وعندنا كذا ممكن نزيدوا. المرحلة الرابعة يعتبرها أهل الاختصاص من أهم المراحل، وهي ضرورة المرور عبر المخبر الخاص لحماية النباتات. بالنسبة لمرحلة مكتب حماية النباتات يعني تعتبر مرحلة مهمة في عملية التصدير، وأهم يعني النقاط بالنسبة لعملية التصدير بالنسبة لمفتشية حماية النباتات هو أولا عندما يتقدم المتعامل الاقتصادي ليقوم بعملية التصدير يقدم نموذج طلب، ياخذ يعني نموذج طلب من مفتشية حماية النباتات، يكون فيه يعني يملأ فيه يعني هوية المصدر، العنوان تاعو، المادة المصدرة خاصة مادة البطاطس، البلد المصدر له والعنوان تاعو، والآفاق يعني المستقبلية بكم سيصدر الكمية المصدرة لهذا البلد، ونوعية إذا ممكن يعني نوعية البطاطس. هناك أنواع يعني بالنسبة للبطاطس، والمحبذ هي دائما نوعية البيضاء يعني البشر البيضاء يعني لابو بلونش تاع لا فاريتي، وخاصة سبونطا. المرحلة هذه عندما يتقدم المتعامل الاقتصادي لملء الطلب نقوم نحن مفتشية حماية النباتات بأخذ عينات للقيام بعملية التحاليل. هذه التحاليل تكون على مستوى يعني المعهد الوطني لوقاية النباتات بالحراش، وهناك عدة 4 أنواع التحاليل. عندما تأتي النتائج يعني سلبية يعني ما تكونش هناك أمراض، لا يوجد فيها أمراض، يعني نسمح للمتعامل بعملية الشحن والتصدير يعني في أحسن الظروف. ورغم كون ولاية وادي سوف من الأقطاب المهمة في قطاع الفلاحة ومؤخرا في التصدير، إلا أنها لا تمتلك مخبرا خاصا، مما يجبر المصدرين إلى ضرورة انتظار نتائج التحليل التي تصلهم من المخبر المركزي الكائن بالحراش. انشغال طرحناه على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي. اليوم الاستثمار الخاص كما ولا خذينا الواد، عندنا مرفق سيفتح في بداية جوان خاص بهذه، هو استثمار عمومي، ولكن كاين الكثير من نظن مبادرات استثمارية في المجال الخاص اللي اليوم راهي تندار في الميدان وحول الأقطاب الهامة كما الزيبان، كما واتشوف، كما أيضا معسكر، كما نظن كاين كثير من الخواص هذوما لازم نشجعوهم، ما لازمش ننتظروا من الجهة العمومية أنها هي تستثمر في هذا المجال. هذه استثمارات خاصة. نعم يعني الحمد لله يعني خلال التوصيات الأخيرة لوزير الفلاحة من أجل إجراء التحاليل على مستوى الولاية وتسهيل عملية التصدير المتعاملين، اهتمت الولاية بتحضير موقع يعني مكان وتهيئته من أجل إجراء التحاليل على المستوى الولائي. في هذا الإطار أتت اللجنة من المعهد الوطني لوقاية النباتات لمشاهدة المواقع يعني المختارة والأفضل لإجراء هذه التحاليل، وتمت إن شاء الله يعني في أقرب وقت تكون التحاليل على مستوى الولاية، وهذا يسهل يعني تقصير يعني مدة السفر يعني الجزائر، وهناك يعني تدوم يعني 4 أيام يعني 3 إلى 4 أيام، يعني إن شاء الله تكون على الولاية يعني يومين تكون التحاليل الحاضرة وتسهل المتعامل التصدير في أقرب وقت.
القيام بعملية التصدير يستوجب توفر معايير صارمة من حيث نوعية المنتوج وحجمه، أمر شكل للمصدرين عائقاً خاصة مع بعض الدول كروسيا. وصلت إلى غاية صدور إشاعات حول رفض بعض المنتوجات القادمة من الجزائر. البلد المصدر له يعني أهم القوانين أو أهم متطلبات الصحية للمنتوج الذي يريدونه. يعني من الأحسن إبرام اتفاقية كل متعامل ينجز فيها يعني المتطلبات تاعو، خاصة من الناحية الصحية سواء المرضية أو كما نقولوا احنا لي نورم فيتوسانيتير اي فيتو تكنيك، من ناحية الكاليبر، من ناحية الحجم، من ناحية المعيار، من ناحية الأمراض. هناك روسيا يعني متطلباتها يعني المتطلبات المرضية يعني مقيدة. ربما يعني السيد يعني المتعامل لم يقم بكامل التحاليل يعني قام يعني ببعض التحاليل ولم يقم بكاملها. ربما لهذا السبب يعني كانت ارجاعها الى الجزائر. يعني اتفاقيه كاين بطاطا، احنا عندنا تجي البطاطا ماناش رايحين نصنعوها تحت الارض كما يقولوا بالكاليبر اللي راهو يحوسوا عليه حسب الاتفاقيه. هنا الفلاح راهو حاير، راهو يشوف فيها حاجه مليحه وفي نفس الوقت راهو يشوف فيها مشكل، او يقول لك البطاطا انا جيني بطاطا مستويات مختلفه، معناها تكون كبيره تكون كذا تكون كذا وكذا. انا وين رايح ندير هذيك؟ يقول لك انا نبيع، معليش تنتج لي الهكتار نقولوا 300 قنطار، هنا 300 قنطار باش نحي منها 100 قنطار و200 قنطار وين راح ندير؟ هذا مشكل. اللي نتمنوا علاش نقولوا لازم تكون دراسه ولازم تكون استراتيجيه. ولا حبينا نصدروا الاصناف والكاليبر والاحجام حتى الاوقات وجود هذا المنتوج والوفره نتاعو هامه. لهذا نظن من جهه لازم نكونوا نظن فرحانين بكل هذه الاشياء الايجابيه، ولكن في نفس الوقت لازم نشوفوا باللي مازال هذا النظام الانتاجي ماهوش في مستوى انه يصبح كميه كبيره من هذا الانتاج تصنع وتستهلك بصفه اخرى غير الصفه اللي رانا نستهلكوا فيها، يعني اننا نستهلكوا بصفه مباشره هذا المنتوج. منقر عبد القادر من بلديه حسان عبد الكريم فلاح من نوع خاص، حيث يعتبر ابن احد المصدرين الاوائل في الجزائر كما تظهر لنا هذه الوثائق. عمي عبد القادر ترك هو الآخر بصمته بعدما كان أول من قام بغرس محصول البطاطا سنة 1989. هنا روايته. أول تجربة جربناها درنا كتار، كبرت الشجر وواحد كل شيء حتى تركتها. قلت ما تولد الاول. واحد النهار جي فايت حذاها قد نلقى حبة البطاطا خارجة، نحيت نلقاها كيلو 300، نلقاها إنتاج دنيا كبيرة. اتصلت مديرية الفلاحة، ديت له 3 كعبات فيهم واحدة كيلو 300 غرام، اداهم الوالي. كان الوالي بندريسي، كان هنا سي علي بندريسي. في اي سنة كانت بالضبط؟ والله في جوايه وقت سي علي بندريسي. المهم نحن في 89 بدينا هنا 89. عيط الوالي قال لي اتونسيون بك تقلع ولا تمس. عيط الاذاعه، جو هنا يصوروا، شافوا البطاطا سير بلاص وعقبوها الاذاعه. كانت هي نشرتها، كان في الاذاعه الاخرى كذا هي بن عروس تبديل البطاطس بالتمور ولايه الواد. واحد ما جربها اول تجربه هنا. مرت السنوات ومعها تغيرت عديد المعطيات والتي ألقت بظلالها على قطاع الفلاحة في بلادنا. الحاجة هنا شحال عندك من الخلا بالضبط هنا؟ كاين 3500. نعم. ودي تستلزم يد عاملة وتستلزم ويد العاملة ما كانش. سيرتو فيما يخص النخل، طلع نتاع النخل. الشباب ما تعلمش باش يسموه. الشباب ما يخدمش النخل. قليل.
هذا حصلنا سنة ولينا درنا طريقة نحفظ الدكان ندخلوه البروية نرحوه ومن بعد نديروه في الماشينة السفلي هذه وعمل على ربي. احنا بدينا أول تجربة الطريقة هذه، كاين ناس خدموا قدامنا اليوم ونجحت، وسنة درنا طريقة نوض درنا الطريقة هذه بحول الله بربي إن شاء الله. لا نقول اللي يحب يخدم راه يعول على ذراعه، ما يقولش معولين على الدولة. وروح دبر السوق المرشي لبرا وروح دبر راسك وعمل على ربي. ماشي ديال مرازقين في الدولة، دولة دعميني، دولة عاونيني، دولة عول على روحك. دولة فتحت البيبان الكل فتحتهم تاع الناس الكل. احنا كي تعاونا في التريسيتي وتعاونا في المازوت يا خيرك يا ربي. والباقي كل واحد اللي حب يفلح يعول على روحه يعول على ذراعه. احنا بكري كنا فلاحين من الأربعينات ونحن نتبعوا في الفلاحة، نحن عمرنا ما قلنا الحكومة عاونينا ولا مدينا ولا واحد ولا كذا. اللي يخدم في الشعير يخدم، واللي يخدم في القمح يخدم، واللي يخدم في الدقلة يخدم. كانت الناس تعارك وتزرع في النخل وكانت كذا، عمره واحد ما عطانا فرنك عولوا أرواحنا. واليوم الدولة يتمدوا واحد كل شيء ودعوا ميتة ما كان والو. أحمد عماري من الفلاحين الشباب في الولاية يرى أن تكوين الفلاحين لاستعمال التكنولوجيا الحديثة أضحى ضرورة ملحة والسبيل الأنجع لدفع هذا القطاع الهام والتطلع لمستقبل أفضل. كفلاحة رانا في 2016 لازمها تكون فلاحة بطريقة علمية، لازم نحتاجوا العلم، مش فلاحة همجية. الناس كل راهي فلاحة، وأنا عندي ما كانش فلاح حقيقي، لأنه راهو يفلح وخلاص، بصح بالطريقة العلمية. نتمنى أنا من المسؤولين على الشيء هذا ممكن التكوين المهني تكون تخصصات في الفلاحة. على الشاب يخرج يروح باين تخصص مستقبل، الفلاحة راهي مستقبل ضرب. في المنطقة تاعنا الناس كل تشوف الفلاح، كاين نهضة فلاحية. الشاب علاش من ممكن تكون تخصصات في التكوين مختصة بالفلاحة. تصدير السلع الجزائرية إلى مختلف دول العالم يستوجب توفير نظرة استشرافية واستراتيجية واضحة المعالم، وهو الأمر الذي يراه المختصون بعيد المنال في الفترة الحالية. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que la partie logistique est manquante et la partie marketing est manquante. Quand je dis marketing, ça ne veut pas dire marketing tel qu'on le voit juste pour des produits à travers la télévision, mais aller faire la promotion des produits algériens, disons labelliser les produits, tout ce volet-là, et en faire la promotion à l'échelle internationale, mais de façon très professionnelle. Ce volet-là n'existe pas encore, probablement parce que les quantités ne sont pas encore suffisantes pour justifier de tels développements. جلال سيراندي معمر مندوب منتدى رؤساء المؤسسات FCE في ولاية تيبازا كان ضمن الوفد الجزائري الذي تنقل مؤخرا إلى روسيا، أين تم إبرام اتفاقية مهمة في القطاع الفلاحي. لقينا تجاوب في موسكو، وكاين اتفاقيات قد أبرمت بحكم أن موسكو عندها 6 أشهر تاع ثلج، يعني 6 أشهر الأرض تاعهم ما تقدرش تمد لأنها مغطاة بثلوج. هذا من جهة. كذلك بالنسبة لموسكو أثر تدهور العلاقات السياسية مع تركيا، معناتها أصبحت لا تستورد من تركيا. إذن لقينا تجاوبا في هذه الحالة، وكاين أناس مزارعون، يعني أناس مختصين في الفلاحة وفي عمليات التصدير قد أقيموا وأبرموا اتفاقيات في مجال تصدير بعض المواد الغذائية والفلاحية والزراعية إلى موسكو. Et l'administration a décidé de faire des efforts dans ce sens. Un des premiers efforts a été fait par le ministère des Affaires étrangères en décidant d'installer des missions économiques au sein de diverses ambassades. Je ne sais pas si ça a été généralisé, mais la décision a été prise. Donc c'est déjà un signe extrêmement encourageant. آخر مرحلة في عملية التصدير هي شحن السلع وتصديرها عبر الموانئ والمطارات. فريق الشروق تحقق تنقل إلى مطار قمار بالوادي، خاصة وأنه سيتدعم في الأشهر المقبلة بمنطقة شحن وفق المعايير المعتمدة دوليا. إنشاء حالي لمنطقة شحن تصدير على كل حال
المقصد أنه يتم تصدير المواد الفلاحية عبر مطار الواد قمار. دونك الاستجابة كانت حانية. استجبنا بحيث أن استعملنا بنايات وهياكل ديجا تكزيستي باش نقدروا نواكبوا الطلب تاع لا توتال. دونك حاليا كي نقول حاليا دونك دون 4 موا ان شاء الله 5 موا راح يكون راح يتم الانشاء تاع منطقه الشحن هذه اللي تقدر تستوعب حتى بطاقه استيعاب حتى 40 طن يومي، تتربع على المساحه تاع 7000 متر مربع، ما فيها 400 متر حاليه موجوده، ومن طون اكستنسيون في 4 شهور هذه راح تندار تاع 300 متر كاري، اللي نقدروا مع التجهيزات كنترول مع التسهيلات اللي راح بطبيعه الحال راح نكونوا ان شاء الله حتى مواد سبتمبر نكونوا واجدين. الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين قالوا بلي انا قادرين نصدروا 5000 طن، ولكن المطار قدرة الاستيعاب تاعو والتحضيرات اللي راهي جارية إن شاء الله تكون في سبتمبر للتصدير أنها 10000 طن. هذا عامل من عوامل النجاح. والله بالنسبة لنا خبر يعتبر صار ورايح يفيد الفلاح ورايح تستفاد منه الناس كل، الفلاح للمصدرين المستثمرين اللي حابين يصدروا، رايح تدخل مدخولات الدولة، ثاني راهي تعود نهضة. فكرة توسيع المطار كانت موجودة من قبل ضمن مخططات مديرية النقل للولاية، إلا أن إرادة الفلاحين ورغبتهم في رفع التحدي ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل حتمت تسريع الأمور. البلانينغ دو ديفلوبمون تاع l'aéroport donc à raison de 25 ans ça existe le projet de zone de fret ما يواكبش بصراحة، ما يواكبش مع الاستراتيجيه تاع الدوله الجزائريه. دونك باش نديروا زون دو فرات الوغ كو بريفي، وهذا الشيء اللي اقترح من طرف المديريه العامه لوزاره النقل. دون 18 موا راح تكون عندنا توتين زون كبيره تتربع على المساحه تاع 25000 متر كاري، اللي ان شاء الله راح تنجز دون 18 موا. مي في الظروف الحاليه ومع التوجه الحالي للدوله الجزائريه 18 موا بزاف. دونك اكطويلمون راح نكونوا واجدين بحول الله بالسكي اكزيستون، ودون 4 موا نكونوا واجدين. الوغ ان شاء الله دون 18 موا 24 موا نكونوا واجدين بحاجه كبيره اللي ثاني ياملها الفلاح السوفي والدوله الجزائريه بصفه عامه. أمر غريب أن نقرأ أو نكتب أو نسمع عبارة الجزائر تشرع في التصدير بعد عقود تداولت فيه كلمة الاستيراد بقوة كنمط اقتصادي حتمي لا نقيض لديه. لهذا تبدو كل عملية تصدير ضربا من الخيال، إلا أن البعض بدأ يؤمن لعل ذلك يزيد في إيمان السلطة في نفسها كي تشجع الأمر بشكل مستمر ودائم. كاين امكانيات عندنا كلش هنا، راهو عندنا السمش، عندنا الهواء، عندنا الارض، عندنا بنادم يخدم، عندنا كلش، راهو عندنا كلش، راهي نار شاعله بلاش وقود يا شيخ. رانا نكافحوا هنا نورمالمون، عندنا كل صباح هنا يجوا كاش يقولوها. والله اللي كنت تشوف المزريه وتعيشها يا صاحبي، والله غير كل صباح تحب لي من راسي. قالوا حقك خاطركش ليه مانيش نخدم غير باش ندير في جيبي، انا مانيش ندير في جيبي، ماذا بيا راح ندير في جيبي. هذه انا كاش يقول الله لا يستحي من الحق، بصح كي نخدم وما نلقاش شكون يشجعني، ما نلقاش وزير بجنبي. وزير لازم يتواطأ معايا، يهبط لي ويجي يهضر معايا شخصيا، ما يهضرش مع مديريه الفلاحه ولا مع الغرفه الفلاحيه ولا معاه ولا ما يهضر لي حتى مع واحد يهضر معايا شخصيا. بين يعني الوزير نطلبوا من الوزير تاع الفلاحه والسلطات المحليه نتاعنا تاع واتسوف يمسوا الشيء بعين الاعتبار، يشوفوا على الميدان تطبيقيا. احنا جا الوزير ما فوقناش بيك، جا الوزير يقولوا جا الوزير الفلاحه تاع الفلاحين ما فايقين نقولوا احنا، جا الوزير راح ادوهم نروح الغابه ودوه طراوين ما شفنا والو. حابين يحسوا بينا برك باش ننجحوا، وان شاء الله انا نشوفوا راي في الحكومه وفي كذا راي متجهه، معناها راي كاين زيارات او ان شاء الله تتجسد على امر الواقع.
حابين نشوفوا هذه بواقعيه. انا نسمعوا في الاخبار في الجريده في التلفزيون كذا واتسوف 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 واتسوف. ان شاء الله ان شاء الله خير. هي إذن ولاية وادي سوف نموذج استطاع أن يبين للجميع أن الجزائر بإمكانها استغلال قطاع الفلاحة كبديل لقطاع المحروقات، وبين هذا وذاك فإن مطلب الفلاحين يبقى واحد: تسهيل الأمور للتوجه بقوة نحو التصدير. كان معكم عمر الطالبودي، حصة الشروق تحقق. سلام.